السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير قوي، بحبكم في الله. هنعمل النهاردة فطاير حلوة قوي، هتنفع للمدارس، هتنفع للشغل، هتنفع للفطار، هتنفع للعشاء. جميلة جدا وهشة ومورقة وطعمها في منتهى الجمال ومسكرة وحلوة قوي. معايا نص كيلو من الدقيق، عليه رشة من الملح، عليه معلقة من السكر، معلقة من الخميرة. هنعجن بمية، مش هنضيف اي حاجة تانية زي ما انتوا شايفين كده. وما ننساش معلقتين من اللبن البودرة، الحليب هتدي الطعم حلو قوي قوي زي ما انتوا شايفين كده. مش هنضيف اي حاجة تانية على العجينة وهتطلع زي ما انتوا شفتوا في اول الفيديو في منتهى الجمال. لا ضفنا بيض ولا ضفنا زبدة ولا ضفنا اي حاجة تانية. هنزل ب3 معالق من الزيت زي ما انتوا شايفين كده علشان تخلي قوام العجينة معايا الطري، وتبقى طرية حلوة كده زي ما انتوا شايفين كده وما بتلزقش. هسيبها تختمر، وبعد ما اختمرت بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت هقطعها كور بحجم اليوستفندية الصغيرة، او ممكن تكبري او تصغري على حسب ما انتي حابة. انا هعملها بالشكل القمر اللي انتوا شايفينه دوت. اهم حاجة ان انا اقطعها تقطيع حلوة وتبقى متساوية عشان كله يبقى زي بعضه زي ما انتوا شايفين كده. العجينة طرية جدا وبجد بجد في منتهى الجمال ان انتي تشتغلي بعجينة ملمسها حلو قوي كده بالشكل القمر اللي انتوا شايفينه دوت. ما تنسوش اللايكات يا جماعة علشان الفيديو بتاعي كل يستفاد منه. خلصتها بتشكيل بالشكل القمر اللي انتوا شايفينه دوت. هسيبها ترتاح 5 دقايق بس زي ما انتوا شايفين كده. بعد 5 دقايق هشكلها بالشكل القمر اللي انتوا شايفينه دوت. شايفين العجينة ما شاء الله جميلة جدا وبتتفرد بكل سهولة. هفردها بالشكل القمر اللي انتوا شايفينه دوت. لو اتقطعت معاكم ما يهمش، اهم حاجة ان احنا هنشكلها بطريقة سهلة جدا جدا. معايا معلقتين من السمنة، نص كوباية من السمنة علشان نورقها وتديلها التوريقة الحلوة. ممكن العجينة دي تعملي منها دونتس، هيبقى طعمها في منتهى الجمال. ما ضفناش عليها اي حاجة زي ما انتوا شفتوا في اول الفيديو. طريقتها سهلة وبسيطة جدا. بالشكل القمر دوت هنشكلها، هنطبقها وهنتنيها كذا تطبيقة علشان تبقى مورقة معانا زي ما انتوا شفتوها في اول الفيديو. شايفين ما شاء الله على جمالها؟ سهلة جدا والعجينة بجد طرية ومتعة في الشغل فيها زي ما انتوا شايفين كده. اهم حاجة ما ننساش ان احنا ندهنها دهنة السمنة ديت علشان تورق معانا. عملت الكمية كلها بالشكل القمر اللي انتوا شايفينه دوت. هنخش على مرحلة الحشو. اول واحدة انا عملتها هبدأ افردها بالشكل القمر اللي انتوا شايفينه دوت. كان مطلوب مني ان انا اعملها بالجبنة القديمة، بس انا بقيت اكتر فيها وكانت حادقة قوي. فياريت لو هتعملوها بحشوة الجبنة او الجبنة القديمة ما تكتروش عشان بتبقى حادقة قوي. ممكن تعملوها بمربى او شوكولاتة او اي حاجة انتوا حابين تضيفوها فيها. الكمية انا عملتها كلها بالجبنة زي ما انتوا شايفين كده لغاية اما الجبنة بتاعتي خلصت خالص. فاض معايا 2 عملتهم بالشوكولاتة، بس كانت روعة بجد وطعمها حلو قوي زي ما انتوا شايفين كده. هشكلها بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت كلها بنفس الطريقة، واحطها في صاج وهعلمها كده بالسكينة من على الوش. لو عندك اي حاجة حامية هنقطعها كده بشكل عشوائي كده من على الوش عشان تديني شكل حلو يفتح النفس زي ما انتوا شايفين كده. هسيبها ترتاح برضو حوالي 10 دقايق، هتزيد وهتعلى معايا زي ما انتوا شايفين كده. معايا معلقتين من الحليب اللبن، وهنزل عليهم بنص معلقة من قهوة سريعة الذوبان. مش هنحط بيض ولا هنحط اي حاجة. وزي ما انتوا شايفين كده تحميرها كان حلو قوي، وكانت القهوة عاطية ريحة حلوة قوي وهي بتتخبز كأنك في مخبز بالظبط. زي ما انتوا شايفين كده هندهن الوش كله وهندخلها على فرن مسخن مسبقا زي ما انتوا شايفين كده. درجة حرارته 180. هندخله الفرن حوالي تلت ساعة بالظبط. هتستوى معاكم من فوق ومن تحت وهتديكوا لون القمر ومستوية وطعمها في منتهى الجمال زي ما انتوا شايفينها كده. شايفين ما شاء الله مورقة وحلوة جدا. شايفين ما شاء الله هايلة. بألف هنا واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.